انا بعصب عشان جوعانه وبتجيب لي اكل او بنروح بناكل، خلص برجع انسان طبيعي. نور مجدات تفاجئ الجمهور وتقوم بنشر هذا الحوار الطريف جدا بينها وبين السلام عليكم ورحمة الله. فاجأت نور مجدات المتابعين على حسابها الرسمي وقامت بنشر حوار طريف جدا دار بينها وبين الوليد بعدما أعلنوا خبر حملها. فقال الوليد أن نور في لحظة وبدون سابق إنذار تصبح عصبية جدا ومتغيرة المزاج والطبع. ولاحظ الوليد انه عندما يقوم بشراء الاكل لنور يتغير مزاجها بشكل كبير جدا وتتحول من حالة الحزن الشديد والغضب الشديد الى حالة سعادة وفرح شديد جدا. وبالتأكيد كل هذا التغير الشديد الواضح في شخصية نور نتيجة انها حامل. الوليد بدأ يلفت انتباه الجمهور الى بعض التغيرات في سلوكيات نور. هذه التغيرات بدأت تكون ملحوظة في شخصية نور بعدما اصبحت حامل، فاللهم تمم لها حملها على خير وارزقها الذرية الصالحة هي والوليد ان شاء الله. سيارتنا الأمورة للآن موجودة، صلها 16 سنة. فاجأ المعتصم بالله مجداد الجمهور بالأمس على حسابه الرسمي وقام بنشر فيديو لهذه السيارة التي ظهرت معهم سابقا منذ 17 عام أو أكثر في كليب سيارتنا الأمورة على قناة طيور الجنة. وقام المعتصم بالله مجداد وطلب من الجمهور بأن يقوموا بإعطاء رأيهم في أن يقوم بإصلاح هذه السيارة وتجديدها والإنفاق عليها إلى أن يتم تشغيلها. وبعدها يقوم المعتصم بالله مجداد كما ذكر للجمهور بأن يقوم باستخدامها في الكثير من فيديوهاتهم على قناتهم الرسمية على يوتيوب، وذلك لأن هذه السيارة تمثل فترة ذكريات للعديد من الأطفال في فترة معينة أثناء بثها على قناة طيور الجنة منذ 15 عام تقريبا. الجمهور تحمس لفكرة تعصمي وقاموا بتشجيعه على إصلاح هذه السيارة واستخدامها في فيديوهاتهم على قناتهم الرسمية على يوتيوب كما ذكر عصومي. وجدير بالذكر بأن عائلة مجداد الآن تستعد للذهاب والعودة إلى الديار لدولة الكويت، حيث أنهم قضوا الأجازة الصيفية بين الأردن وبين تركيا، والآن يستعدوا للعودة للكويت مرة أخرى لبدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. ولكنهم قاموا بقضاء المدة الأكثر في الأجازة الصيفية هذا العام في الأردن، ولم يقضوا في تركيا هذا العام سوى شهر تقريبا. متابعينا خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون لإعجابكم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.